ناخد مفهوم تاني من أهم المفاهيم ألا وهو ال inheritance. يعني إيه؟ الإرث. إن أوبجكت بيورث خصائص كبروبرتيز أو ميثودز خاصين بأوبجكت تاني. فالموضوع يعني كأب وابن. خلينا بالمثال الدنيا توضح أكتر. لو عملنا كلاس مثلا باسم developer وعملنا جواه مثلا constructor بياخد مثلا name بس، وقلنا له this dot name equal name، وعملنا له مثلا do job كفانكشن عادية خالص، ونقول له فيها console.log developer اللي هو اسمه كذا سنرايت كود. ماشي، ده الكلاس الأب. هناخد كلاس تاني نسميه web developer. ده كلاس أكثر تفصيلا من الكلاس الأب اللي هو developer، فهنقول له extends أول اسمين developer الأب. طبعا عنده constructor عادي خالص بياخد name وjob مثلا. فاحنا هنا مش هنقول له this dot name equal name، لا احنا هننده عليها من هنا من الأب، فبننده عليها بالكيورد اللي اسمها سوبر. نقول له سوبر نيم كده خلاص. النيم اللي هو هيكتبه وهو بيعمل initialize لأوبجكت من الكلاس ده بيبص هنا وبيعرف this dot name equal name، تبقى خاصة بالأوبجكت ويب ديفلوبر. الجوب لسه ميعملناهاش، فبنقول له this dot job equal job، ويخلينا مثلا نقول له do specific job مثلا فانكشن عادية خالص، ونقول له console.log hello this dot name you work as this dot job. تمام جدا. خلينا كده نعمل اوبجكت من الكلاس اللي هو ويب ديفلوبر، نقول له مثلا const div مثلا equal new web developer. مستني ايه؟ مستني name وجوب. نقول له مثلا النيم محمود والجوب مثلا نخليها ويب ديفلوبر عادي خالص. طيب الفاريبل اللي اسمه div ده جواه ايه؟ جواه دو جوب دي موجودة في الكلاس الديفلوبر. خلينا ننده عليها ونشوف. نسيف، نيجي هنا ديفلوبر محمود رايت كود اللي هي هنا. طب هو عرف منين ان النيم محمود؟ من السوبر هنا، حط النيم اللي هو البروبرتي جوه الاوبجكت ده. انا جيت طبعت الاوبجكت ده هلقى فيه بروبرتي اسمها نيم، مع ان هنا ما عرفتش ان فيه بروبرتي اسمها نيم. ده النيم ده زي بارامتر كده مبعوث للكونستراكتور، بس هو انا لما قلت له سوبر نيم شافها من الكلاس اللي اسمه ديفلوبر. طيب خلاص كده ممكن اقول له div dot do specific job نشوف. قال له محمود يو ورك از ويب ديفلوبر اللي انا بعتها في الكونستراكتور. طيب في حاجه برضو اسمها اوفر رايت، يعني انا الاوبجكت ده او الميثود دي كامله ممكن احطها هنا وبلاش رايت كود، خليها مثلا كرييت كود هي حاجه كرييت كود. فنشوف كرييت كود في الاوبجكت اللي هو ديف اللي هو من الكلاس ويب ديفلوبر. طيب انا لو عامل اوبجكت من الكلاس العادي اللي هو ديفلوبر هتفضل زي ما هي رايت كود. خلينا نشوف المثال ده. const normal div مثلا او general div
ايكوال نيو ديفلوبر عادي. الديفلوبر العادي مستنيش غير مين بس، نقول له محمود. اجي اقول له هنا جنرال ديف دوت عندي الميثود اللي اسمها دو جوب. هنا خلاص كده نشيل ده، هنلاقيها نعمل طبعا ريفرش، هنلاقيها رايت كود زي ما هي، لان هي اتعدلت في الاوبجكت او في الكلاس اللي هو ويب ديفلوبر.